الدفاع الوطني. مديرية الإدارة والمصالح المشتركة توظف مديرية المستخدمين بصفة مستخدمين مدنيين شبهيين لفائدة مختلف قيادات القوات المديريات والمصالح المركزية وقيادات النواحي العسكرية في المناصب التالية: أساتذة التعليم الثانوي، أساتذة التعليم المتوسط، أساتذة البحث الإسبانية، البيولوجية، الإيطالية، الإنجليزية، الفرنسية، الروسية، الميكانيك، أساتذة مساعدين في الإعلام الآلي، التاريخ، الاتصال، أمناء الضبط، بيولوجيين في الصحة العمومية من الدرجة الأولى ومن الدرجة الثانية، تقنيون سامون في الطب الحيوي، التدفئة والتبريد والتجارة الدولية، مرافقة الجودة، الإلكترونيك، الصوت، الصورة، الإحصائيات، الإلكتروتقني، الإلكتروميكانيك، الطبوغرافيا، الكهرباء، الكيمياء، المواصلات، الأشغال العمومية، الأمن الصناعي، الإعلام الآلي، السمع البصري، الميكانيك، الفنون التخطيطية، النظافة والأمن، الهندسة المدنية، تقنيون في مراقبة الجودة، الإلكتروتقني، أطباء إخصائيون في أمراض الأعصاب، أمراض الروماتيزم، السرطان، القلب، الأمراض الصدرية، أطباء بيطريون، أطباء عامون، جراح أسنان، أخصائيون جراح أسنان، صيدلانيون عامون، محضرون في الصيدلة، حاصلون على شهادة الدولة، حاضنات أطفال قابلات للصحة العمومية، مخبرون للصحة العمومية، ممرضون للصحة العمومية، مساعدون اجتماعيون للصحة العمومية، مختصون في التغذية الصحة العمومية، ملحقون بالمخبر في الصحة العمومية، أعوان طبيون في التخدير والإنعاش، مشغلو أجهزة التصوير الطبي، مهندسون رئيسيون في الإشغال العمومية، أعوان إدارة رئيسي وأعوان إدارة، مربيو الأنشطة البدنية والرياضية، نفسانيون عياديون، نفسانيون تربويون من الدرجة الأولى، متصرفون، مترجمون، محاسبون إداريون، أعوان عاملون في الإشارة والثائق، أمين المحفوظات، كاتب مديرية رئيسية، مستشار ثقافي. يعني هناك عدة مناصب كل من يريد. هناك موقع إلكتروني خاص بوزارة الدفاع الوطني. لأكثر معلومات تجدونها في الرابط أسفل.